فضيلة رشيدة، رئيسة الجمعية الوطنية للقبيلات بالمغرب. اليوم كنحتفلوا باليوم العالمي للمرأة بالطريقة ديالنا كمهنيين ديال الصحة، كجمعية اللي كتعتني بالصحة ديال المرأة والطفل. بطبيعة الحال كنعتبروا بأنه أول مطلب ديال المرأة هي أنها تكون في صحة جيدة. إذا اليوم كنحتفلوا بهذا اليوم عبر حملة طبية اللي فيها عدة تخصصات، منها الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وكذلك بعض التخصصات أخرى. الحمد لله احنا كنواكبوا هذه العملية على طول السنة، وبغينا كذلك في هذه المناسبة هذه وهذه العملية كنقوم بها بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية القسم الاجتماعي بسلا، والمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كذلك بسلا، في هذا المقر اللي هو ديال التشخيص ديال وطبيعة الحال المعالجة ديال الأمراض وصحة الأم والطفل. اليوم واخا كان يوم ممطر ويوم الجمعة كان واحد الإقبال اللي هو ما كناش كننتظروه، خصوصا كنعرفوا بأنه في أيام رمضان النساء باش تجي وتحضر بهذه الحملة، هذا تيبين بأنه كاين واحد يعني الطلب. والحمد لله احنا على طول العام فاتحين هذا المركز للنساء وللأطفال باش يستافدوا. بطبيعة الحال وهذا هو الهدف، لأن مدينة سلا محتاجة لهذه المبادرات هذو، وهذا هو الهدف من الشراكات ما بين الجمعيات المجتمع المدني خصوصا المهني مع مندوبية وزارة الصحة، وبطبيعة الحال القسم الاجتماعي بعملة سلا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. يعني كنحاولوا أننا نوفروا الشروط ديال الاهتمام بالصحة ديال المرأة والطفل اللي هما محتاجين لها على طول السنة.